الساعات بتتعمل من ايه؟ في عندنا مكونين اساسيين اللي هو الجسم واللي بنقول عليه الكيس بتاع الساعه، والازاز واللي بنقول عليه الكريستال. وببساطه الجسم هو الهيكل الرئيسي اللي بيغطي مكونات الساعه، وغالبا بيكون مصنوع من المعدن. اما الكريستال هو الماده الشفافه اللي بتكون موجوده اللي فوق المينا. وارخص انواع اجسام الساعات بتكون معموله من ماده اسمها ريزن اللي هو البلاستيك، زي الكاسيو او الجي شوك. بتكون خفيفه جدا وبتتحمل الصدمات ولكن بتتخدش بسهوله. اما بقى النحاس المطلي بالكروم والسبائك اللي مش من الستانلس بيستخدموها كبديل ارخص للستانلس ستيل. انا انصحك تختار يا ريزن يا ستيل، وطبعا في خامات تانية زي السيراميك والبرونز. اما بقى المفضل بالنسبه للخامات دي كلها واللي هي التيتانيوم، خفيف جدا في الوزن. نعدي بقى على مرحله الازاز او الكريستال بتاع الساعه. في عندنا 3 انواع رئيسيه من الكريستال: الاكريليك والمينرال والسفير. الاكريليك ببساطه هو عباره عن بلاستيك. النوع ده بيتخدش بسهوله جدا وكمان ارخص حاجه في التصنيع. كمان الازاز ده بيكون مقاوم للكسر. بعده في السلسله بيجي الازاز المعدني، وده بيكون شبه الازاز اللي بيكون موجود في شباك البيت، يعني ممكن يتكسر. خلي بالك النوع ده بيتحمل الخدوش احسن شويه بس مش الافضل. نيجي بقى للوحش بتاع الازاز وهو الازاز السفير، واللي هو بيكون ارغب نوع كريستال موجود في عالم الساعات. اعلى نوع في الانتاج وبيدي مقاومه اعلى للخدش، يعني ما بيتخدش بسهوله، ما بيتخدش، انت فهمني. والازاز السفير ما بيتاثرش غير بالالماس او صدمه قويه ممكن تكسره، ولكن حته الالماس دي احنا بعيد عنها شويه. يعني لو حد صاحبك ولا حاجه معاه الماس فخلي بالك من الساعه اللي معاك. ففي معظم الحالات لو قدرت تجيب ازاز مقاومه اعلى للخدش فده بالنسبه لك بيبقى افضل، لان في الغالب انت هتخدش الساعه اكتر من انك تكسرها.